السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ ست الكل. تعالوا نعمل مع بعض كفتة الفراخ بالسبانخ، وصفة سهلة وبسيطة وجميلة جدا وأكلة لذيذة. نعمل معاها حبة رز بالشعرية تبقى جميلة جدا. تعالوا معانا هنا صدرين فرخة. هنجيب مناديل ننشف كويس جدا، مناديل مطبخ هننشف كويس جدا الفراخ بتاعتنا، مش عايزين يبقى فيها أي سوائل. بعد كده بعد ما نشفنا الفراخ كويس جدا قطعناها قطع. هنجيب معانا الكبه، هنجيب بصلايه وهنفرمها. بعد ما فرمت البصلايه هضيف عليها قطع الفراخ وهنفرم البصل مع الفراخ كويس جدا. الفراخ تتاكد انها اتفرمت كويس. بعد كده هنكون مجهزين معانا معلقه توم مفروم. معايا هنا سبانخ دي متشوحه. بعد ما شوحتها نتاكد انها صفيناها من الميه كويس. هنضيف ملح، فلفل اسود، رشه كمون، رشه كزبره، رشه بيكنج باودر. هنفرم المكونات دي كلها كويس جدا مع بعض. بعد ما فرمتهم هضيف معلقتين كبار دقيق، معلقتين دقيق كبار، وهنضربها. بس كده هي جاهزه معانا. بصوا ما شاء الله قوامها عامل ازاي. انا حطيت رشه دقيق في الطبق وهنقلبها بيها. بس هي كده هيبقى قوامها مظبوط. دلوقتي هنشوف هنشكلها ازاي. معانا هنا كفتة السبانخ بعد ما عملناها سهلة وبسيطة ومكوناتها بسيطة جدا وطعمها تحفة. هنجيب معانا هنا زيت، بولة فيها زيت، هندهن ايدينا بالزيت وهنشكل الكفتة بتاعتنا زي ما احنا شايفين. ما شاء الله جميلة جدا، ما بتلزقش في ايدينا وسهلة وبسيطة. هنعملها كور صغيرة بالحجم ده عشان تبقى سهلة في الاكل وتستوي معانا على طول زي ما احنا شايفين. هخلص الكمية كلها بالشكل ده. بعد ما عملت الكمية كلها، دول بس صدرين فقط. بصوا عملنا كمية قد ايه، عملوا كمية كويسة. تعالوا بقى نديها صدمة على الجريل. معايا هنا معلقة زيت ومكعب زبدة. هنشوح الكفتة فيها. هننزل بالكفتة كلها بسم الله ما شاء الله. اول ما تاخد لون هنقلبها على الوش التاني زي ما احنا شايفين كده. بعد الفراخ ما خدت الصدمة واتشوحت، معانا هنا الطاجن هننزل بيه بالكفتة كلها زي ما احنا شايفين كده. هننزل باقي الزيت والزبدة اللي في الجريلا. بسم الله ما شاء الله، شايفين لونها جميل ازاي وبجد طعمها تحفة. معايا هنا معلقتين صلصة طماطم، مكعب مرقة. هنضيف ربع معلقة صغيرة سكر ومعلقة صغيرة هريسة حامية. هنجيب ملح وفلفل اسود، وهنجيب بقى نكون مجهزين ميه مغليه وهندوب الكلام ده كله مع بعضه كويس جدا. هندوبهم كويس جدا وبعد كده هنضيفهم على الكفته وهندخلها الفرن. اهم حاجه نكون مسخنين الفرن قبلها وهندخلها الفرن. الكفته بقى تستوي وتشرب من الصوص وهيطلع طعمها تحفه بجد. شايفينها جميله ازاي؟ هي بجد الكاميرا ظلمها بجد، بس هي شكلها تحفه وطعمها احلى. يا ريت تجربوا وصفتنا، ولو اول مره تشوفونا متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده مع مطبخ ست الكل. والسلام عليكم ورحمه الله.